لما تبقى وحيد تبقى عظيم. انت فاكر الظلام حليفك؟ لا، انت تبنيت الظلام. انا اتولدت فيه، اتشكلت بيه. ما شفتش النور غير لما كبرت، وساعتها كان مبهر بالنسبة لي. الظلال بتخونك لأنها ملكي أنا. الكلام ده مش من فيلم باتمان بس، ده حقيقة كل شخص عظيم. 99% من حياتي اتدربت لوحدي، محدش طبطب على ظهري، عملت كل الشغل لوحدي. ما كانش في حد معاك على أي حال. بص حواليك، مفيش فريق، كان انت بس. مفيش برنامج دايت، مفيش بابا وماما يصحوك ويقولولك انت تقدر. انت بنيت الإيمان لما ما كانش عندك حاجة. لما كنت في القاع كنت بتقول لنفسك لازم أثبت إيه؟ إني مش غلطة. دي قصة كل اللي بيلت ديفرنت. يلا بينا. 1. انت مبني مختلف. لما تبقى مبني مختلف عن كل الناس وعندك رغبة في أكتر، رغبة في الإنجاز، رغبة في الفوز، كل الناس هتبص عليك بطريقة غريبة. بس الحقيقة أنا مش مهتم تحبني ولا تكرهني، المهم إني أكسب. دي حياتي يا راجل. عارف أنا اشتغلت قد إيه عشان أوصل هنا؟ أنا بنيت الحاجة دي طوبة طوبة، حاربت عشانها لأن محدش ادهالي. كان أنا بس، أنا لوحدي في الجيم، أنا لوحدي في المراية، أنا لوحدي في دماغي. محدش عملها ليا، أنا اشتغلت عشانها. الساعة 3 الفجر لما الكل نايم، اعمل اللي محدش بيعمله. اجري الساعة 3 الفجر لأن محدش بيجري الساعة 3 الفجر. القاعدة، لو هم بيتدربوا 3 ساعات، انت تتدرب 4 ساعات. تتدرب لما الجيم يقفل، ولما الجيم يقفل وانت خلصت تدريب تتدرب تاني. لازم تعمل اللي محدش بيعمله. لما هم نايمين انت بتجري، بتتدرب. ده معناه كل ما يبقى أصعب، كل ما التنين يبقى أكبر، كل ما القصة تبقى أسطورية أكتر، وبالتالي البطل يبقى أسطوري أكتر. المشهد 3 صباحاً. لو بصيت هنا هتلاقي الساعة 3 الفجر، مفيش عربية، مفيش حد في الشارع. الناس بتسألني فين بتلاقي قوتك؟ بلاقيها من هنا. مفيش صاحية، مفيش عربية، مفيش حد. الكل في السرير بيكره يوم الاثنين، وأنا بحبه. بحب إن لما الكل بيضعف أنا بقوى. القوة الخارقة، تتعلم تبقى لوحدك وتستمتع بده. في حاجات كويسة في إنك تبقى لوحدي. عندك وقت تعمل اللي انت عايزه، تذاكر، تخطط. القوة الخارقة دي تساوي تتعلم تبقى لوحدك وتستمتع بده. ليه الوحدة مهمة؟ الأوقات دي اللي بتفكر فيها بس بتبقى لوحدك وبتفكر، نادرة جدا في الأيام دي. ودي الأوقات اللي بتفهم فيها فعلا إيه اللي انت مؤمن بيه وإيه اللي مش مؤمن بيه. كل ما تعلى أكتر كل ما تبقى وحيد أكتر. ليه؟ لأن محدش مستعد يستثمر طاقته في إنه يعلى أكتر، لأنه بيبقى أصعب. كل ما تعلى كل ما احتمال إنك تمشي لوحدك يزيد. العزلة ساعدتني. ده ساعدني إني أطلع هنا وأقفل على نفسي في شقة لوحدي، لأن ما كانش فيه أوتسايدرز، غرباء. كان عزلة، تخيل، تحفيز وتفاني. ما كانش فيه حاجة تانية في حياتي. السؤال، أنت مش بتحب الناس؟ مش إني مش بحب الناس، بس عشان توصل للقمة لازم يبقى كده. لازم يبقى مفيش أوتسايدرز، لازم يبقى عندك فريقك وتركيزك وبس. مش محتاج أصدقاء. الفصل الوحيد، في فترة في رحلة كل حد بيبقوا مختلفين جدا لأنهم بدأوا يعملوا حاجات جديدة، فما بقوش مناسبين للأصدقاء القدام، بس لسه ما طوروش نفسهم كفاية عشان يكسبوا أصدقاء جديدة. الصراع الداخلي، أرجع لورا، ألعب جيم مع الشباب الويك إند، ده أعلى مستوى أقدر أعيش بيه. ده اللي كل الناس بتعمله، وكل أصدقائي بيهزروا عليا. تاني مش بتشرب؟ بقيت أحسن مننا؟ تاني مش طالع الأسبوع ده؟ طيب استمتع بقعدتك في البيت يا نيرد. الألم، هتحس بألم إنك منبوذ من مجموعة الأصدقاء اللي كانت معاك، بس عالق في الوسط الفوضوي، لسه معرفتش مين أنت على الناحية التانية من ده. والفصل الوحيد ده في النص، تقريبا كل حد قابلته ونجح عدى بيه. صعب بس يستاهل. صعب لما تبقى صغير تصحى أوف سيزن الساعة 6 الصبح عشان تتدرب،
وانت عارف إن كل أصدقائك نايمين وبياكلوا بانكيكس. بس افهم كده، الحياة صعبة. الحاجة الوحيدة اللي تقدر تعملها تكسب كبير جدا إنهم كلهم يفضلوا يقارنوا نفسهم بيك باستمرار. وساعتها هتنسى إنهم موجودين أصلاً. الانتقام الوحيد. النجاح هو الانتقام الوحيد، مش أحسن انتقام، الوحيد. مفيش انتقام تاني زيه. 7. هتفقد نوم، وده عادي. You'll lose sleep and that's okay. هتفقد نوم، هتشك هل ده هينجح، هتتوتر عشان تعيش، مش هتخلص التودو ليست بتاعك، هتتساءل انت عملت القرار الصح؟ ومفيش طريقة تعرف لسنين. ده اللي بيحس بيه الصعب، وده عادي. كل حاجة تستاهل صعبة، وكل ما تستاهل أكتر كل ما تبقى أصعب. كل ما المكسب أكبر كل ما المشقة أكبر. لو صعب حلو، ده معناه محدش تاني هيعمله، يبقى أكتر ليك. 8. مفيش ندم، كل حاجة شكلتني. No regrets. أنا فعلا ماليش ندم. أنا شخص بيقول بمجرد ما ترجع للتاريخ بتاعك وتلاقي حاجة عايز تغيرها، حاجة تانية لازم تتغير. الخيبة، عشان تكسب لازم تخسر، عشان تنجح لازم يبقى فيه حاجة فشلت، عشان تبقى سعيد لازم يبقى فيه خيبة. كل الحاجات دي اتطورت وحصلت عشان تخليني اللي أنا عليه. 9. مين أنا؟ هو ماي. اكتشفت من خلال الطريق ده مين ديفيد جوجنز. عديت على كل ده لوحدي. مفيش تروفي أو كأس على الحيطة، الكأس في دماغي. محدش ساعدني أوصل هناك، محدش دفع فواتيري، محدش جرى الأميال دي، خسر الوزن ده، عدى اللي عديت عليه. أنا عانيت لوحدي وطورت الراجل ده اللي قال ده أنا. أهمية معرفة نفسك. ومهم يا راجل، معظم الناس بتعاني حياتها كلها عشان تعرف هم مين. بتعاني حياتها كلها عشان تعرف إيه اللي بيحددهم، إيه اللي بيستمتعوا بيه فعلا وإيه اللي لأ. أنت لما تبدأ تحط نفسك في مواقف تعبانة بتلاقي نفسك. دي الطريقة الوحيدة تلاقي نفسك. 10. علامة النجاح، الكره اللي بتاخده في الطريق. كل واحد عايز يعمل حاجة في حياته وعمل حاجة عدى بنفس الفصل اللي انت بتعدي بيه. ده الفصل الوحيد، الفصل اللي انت مش مناسب لأصدقائك القدام، بس لسه ما عندكش النتائج عشان تناسب مجموعة جديدة. علامة النجاح. علامة النجاح equals الكره اللي بتاخده في الطريق، واللي ما تقدرش تعمله إنك تنحني للكره ده وترجع للكونفورميتي عشان مريحة ودافية. زي في The Matrix، لما ترينيتي فتحت الباب ونيو على وشك ياخد الحبة الحمراء، قالت له نيو انت كنت في الطريق ده قبل كده وانت عارف بيودي فين، وأنا عارفة إن ده مش المكان اللي انت عايز تبقى فيه. دلوقتي اللحظة دي اللي انت بتعديها، دي ترينيتي بتفتح الباب وبتقولك ممكن ترجع، بس هتفتكر السبب اللي خلاك تقرر ما تطلعش من الأول. 11. الناس عايزاك تنجح بس مش أحسن منهم. لما كنت نايم على أرضية الجيم كنت الأندردوغ أو المستضعف، وكل الناس كانت بتقول حلو عليك، انت بتجري ورا حلمك. كانوا يشوفوا البطانية والمخدة في ركن الجيم ويعرفوا إني نايم هناك. كان واضح أنا عايش هناك. ما كانش عندي شاور أو دش، كنت بروح YMCA استحمى، وكل الناس كانت معايا والناس كانت بتيجي تسجل وتقول هدعمك. بس بعد 9 شهور وظفت ناس، كان عندي مدير، وصلت بالعربية. فاكر لما دخلت اللوبي نفس الناس قالت الباس مان جه، انت بقيت كبير علينا دلوقتي. وفاكر اني اتصدمت من الموقف، قلت لهم انتوا كنتوا بتشجعوني ودلوقتي انا عملت اللي قلتوا انكم بتشجعوني عشانه. اللحظة الفارقة، وده لما فهمت ان الناس عايزاك تنجح بس مش احسن منهم. الزبدة. يلا نلخص. أنتي built different. لما تبقى مبني مختلف الناس هتبص عليك غريب، وده عادي. الساعة 3 الفجر اعمل اللي محدش بيعمله. لما الكل نايم انت بتشتغل. القوة الخارقة بتساوي الوحدة. تتعلم تبقى لوحدك وتستمتع بده. كل ما تعلى كل ما تمشي لوحدك. القمة وحيدة ومحدش مستعد يعلى معاك. الفصل الوحيد كل الناجحين عدوا بيه. مش مناسب للقدام، لسه ما عندكش النتائج تخليك تناسب ناس جديدة. صعب بس يستاهل. كل حاجة تستاهل صعبة، وكل ما المكسب أكبر كل ما المشقة أكبر. مين أنا؟ الوحدة بتعلمك مين أنت فعلا. علامة النجاح الكره اللي بتاخده في الطريق. لو الناس بتكرهك معناه أنت على الطريق الصح. الناس عايزاك تنجح بس مش أحسن منهم. استعد للحسد. الزبدة في جملة،
الوحدة مش عقاب، دي الطريق الوحيد للعظمة. سؤال صعب وصادق ليك، هل أنت دلوقتي في الفصل الوحيد اللي فيه X مش مناسب لأصدقائك القدام، X لسه ما عندكش نتائج تخليك تناسب ناس جديدة، X حافظ إنك وحيد في الطريق؟ لو أيوة اكتب في الكومنتات. أنا في الفصل الوحيد وبشتغل على بناء شركتي الخاصة وكل أصدقائي فاكريني مجنون. مثال: أنا في الفصل الوحيد وبشتغل على بناء شركتي الخاصة وكل أصدقائي فاكريني مجنون. ليه ده مهم؟ لأن لما تعرف إنك مش لوحدك في الفصل ده هتقدر تكمل. كل الناجحين عدوا بنفس الفصل. وافتكر I've trained 99% of my life alone. No one patted me on the back. I did all of the work alone. اتدربت 99% من حياتي لوحدي، محدش ربط على ظهري، عملت كل الشغل لوحدي. To get to the pinnacle, it needs to be like that. It needs to be no outsiders. عشان توصل للقمة لازم يبقى كده، لازم مفيش غرباء. The lonely chapter. Almost nobody that I've ever met who has gone from where they are to where they want to be hasn't gone through it. الفصل الوحيد. تقريبا كل حد قابلته ونجح عدى بيه. It's okay to be alone. It's okay to be unhappy sometimes. عادي تبقى لوحدك. عادي ما تبقاش سعيد أحيانا. Figure out your purpose. It may take months, may take years. اكتشف هدفك. ممكن ياخد شهور، ممكن ياخد سنين. بس لازم تعمل اللي محدش بيعمله. The lonely chapter is where legends are born. الفصل الوحيد ده المكان اللي الأساطير بتتولد فيه. Embrace it, own it, win it. احتضنه، امتلكه، اكسبه.